هقول لك حاجة في أكل الدايت وتقول لي إيه أول حاجة جت في بالك عنها. ماشي. الشوفان. يعني يا بخت اللي بيحبه في الدايت، بس أنا ما بحبوش بصراحه، وحش طعمه وحش جدا. البيض. لو كل يوم كلت من 3 ل 5 بيضات فانت اكيد هتخس كويس وهتبقى شبعان طول فتره الدايت، اهم حاجه في الدايت. البطاطا. تحفه في الشتاء وبتاع نشويات معقده، وكمان لو حطينا عليها معلقه هيلث سبريد كده بتبقى جميله قوي، دي اكتر حاجه بحبها في حياتي تقريبا كده. طب الخضار الورقي زي السبانخ مثلا. ما بحبوش، بس ينفع تشربه كل يوم في الدايت باي كميه، ويا ريت الناس كمان تاخده في العشاء مع برضه بدايه الشتاء، هيبقى لطيف جدا جدا. تحط توابل كتير قوي، ما اعرفش ينفع تحط عليه توابل ولا ممكن نجرب. اه. الشوكولاتة الدارك. يعني اختراع طبعا. ليه؟ انا رايي دايما اي حد عنده كريفنج عالي، اي حد عنده المود سوينج بيبقى رهيب، لازم ياخد شوكولاته دارك حتى لو مش بيحب طعمها، تاثيرها هو اللي يهمنا. طب والكينوا. تحفه لو اتحطت على السلطه جميل، بس انا قلت في فيديو قبل كده انا ما بحبش طعمها برضه. اتمنى الناس تقول لي طريقه ليها احبها، لانها هايله. بروتين عالي بسعرات قليله، بتشبع جدا. بروكلي. بروكلي احنا في ليفربول. بروكلي الفلفل الحراق، الفلفل الأحمر كده. جميل جدا، طب تحفه. في كابسيسين ده بيزود الحرق فعلا. المكسرات. لازم تاخدوها في الدايت، لازم تاخدوها، لازم ياخدوا لوز ني او بندق او لب سوري من غير ملح. فواكه البرز. دي الفاكهه الوحيده اللي احيانا ينفع تتعمل عصير لو اتعملت سموزي ونزلت زي ما هي كده. بس انا مش بحب الناس تشرب اي حاجه عصير، وي دونت درينك اور كالوريز، فدي فاكهه حلوه. بس خلاص. خلصنا.